السلام عليكم. اوعى تحب شركتك. انا عبد الرحمن مأمون، برفورمانس وجروس ماركتير، وجاي اتكلم النهارده عن خطأ. انا بشوف ان اغلب الناس الفاوندر والكوفاوندر والاونرز بتوع الشركات بيقعوا فيه، وهو ان الشخص ممكن يحب شركته والحب ده يخليه للاسف اعمى ومش شايف السوق قدامه في ايه. في البداية قبل ما نخش في التفاصيل، يعني خلينا نتكلم عن مثال بسيط. لو احنا نفترض ان احنا في مدينة سكنية ولا قدر الله حصل زلزال. الزلزال ده لما بيحصل او بعد ما بينتهي بتيجي لجنة فنية هندسية تبتدي تشوف وضع المباني والعمارات السكنية اللي كانت موجودة، وبيكون في ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة التدمير الكامل، المبنى تم تدميره بالكامل وخلاص مفيش حل غير إن يتم إعادة البناء من جديد. الحل الثاني إن أو الحالة الثانية إن المبنى لسه بحالته وقوي ومتماسك، وده ممكن مثلا يرجع ان المهندس اللي عمل المبنى كان يعني جاهز ومستعد لسيناريو زي ده. الحالة الثالثة وهي حالة الضرر الجزئي، وهنا بيكون المبنى ما نقدرش نقول ان هو اتدمر بالكامل، وفي نفس الوقت برضه ما نقدرش نقول ان هو بحالته يعني قبل الزلزال. وهنا بتيجي لجنة تانية. اللجنة دي بتبتدي تشوف هل تكلفة الترميم وإعادة الإصلاح تتناسب مع وضع المبنى في الوضع الحالي، سواء عمر المبنى، الشكل بتاعه، الطراز، المساحة بتاعته، التفاصيل اللي زي كده كلها. وبيبتدي يشوفوا هل أفضل حل إن إحنا فعلا نرمم، ولا لا إن إحنا نكسره ونكمل عليه بإيدينا. تمام. وبعدين نبتدي نبني مبنى من الأول وجديد. ولو قسنا المثال ده على الشركات مع الهزات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية اللي بتحصل، وخصوصا في الميدل إيست أو الشرق الأوسط عموما، وكذلك بعض يعني دولة زي مصر عموما، وخصوصا ان احنا يعني كتصنيف نعتبر منخفض اقتصادي، اي حدث او اي تأثير اقتصادي بيسمع على طول عندنا بسرعة. فهنلاقي برضو ان الشركات هي الثلاث انواع اللي احنا قلنا عليهم، ان في شركة بتكون جاهزة ومستعدة وبتكمل، عندها مانجمنت ريسك قوي وبالتالي كانت مستعدة للسيناريوهات اللي زي كده، او شركة هي ما كانتش مستعدة تماما ودي ما يعيبهاش لان حجمها المالي وهي شركة صغيرة او بسيطة، فبالتالي يعني اتضررت بشكل كامل وقفلت، ودي برضو يعني ربنا يعوض على اصحابها. النوع الثالث اللي هي بيكون ضررها جزئي، وهنا لو صاحب البيزنس عنده عقلية ان هو يعني قوة نفسية عالية جدا وبيفكر بعقله وبيشوف الموضوع من ناحية ارقام، وبالنسبة له يعني مش رابط شخصه ولا نجاحه كإنسان او نجاحه كشخص بنجاح الشركة، فهنا بيكون قراره على حسب الأرقام. لو الأرقام بتقول إنك عندك فرصة للنمو وإنك تعوض الخسائر اللي حصلت نتيجة الهزة الاقتصادية، ففي الحالة دي بيكمل. لو الارقام بتقول لا، ان انت للاسف ما عندكش فرصه انك تكمل، وانك الافضل انك تقفل دلوقتي وتحاول تجمع الاصول وتسيل الموارد اللي عندك وتحاول تستخدمها في فكره جديده او في مشروع جديد، وقتها برضو ده احيانا بيكون حل كويس. وخصوصا ان لما الانسان بيتحرك لفكره ان انا ابدا حاجه جديده ويكون عنده تجربه يعني قديمه لم يعني تكتمل بالنجاح، بيكون عنده فرصه ان هو يتعلم منها وبيتعلم من اخطائه وبيحاول يتجنب الاخطاء اللي حصلت قبل كده. لكن النوع الثاني اللي هو ممكن يكون يعني تأثيره عاطفيا اكتر، واللي هو ممكن يعني بيكون بيبكي على الاطلال، وازاي لا اهد بيتي واللي انا عشت فيه طفولتي والاوضه بتاعتي والمكتب وهكذا، وان انا كل يوم الصبح كنت بصحى اروح الشركه. احيانا ده بيكون قراره بشكل كبير جدا قرار عاطفي وبيأثر على البيزنس، وده انا شفته ووقعت فيه في يوم من الايام. للاسف انا كنت الشخص ده، وده يعني سبب لي خسائر كبيره جدا. لكن الحمد لله ما فيش حد بيتعلم بالساهل، فحبيت ان انا اشارك معاك المعلومه ديت. في الاخر خليك عقلاني تجاه البيزنس. النجاح مش عافيه، النجاح توفيق ورزق من الله سبحانه وتعالى وتقدير من الله سبحانه وتعالى. وقت ما ربنا يأذن هتلاقيك بتنجح يعني حتى لو كل الظروف ضدك. وفي نفس الوقت مش دعوة ان الناس تستسهل وتقفل، لكن في الاول في الاخر لو انك يعني الاستمرار في الشركة هيخليك تخسر حاجات تانية، تخسر أسرتك، تخسر دينك، تخسر مبادئك، تخليك تظلم الناس أو تيجي عليهم. ففي الحالة ديت لأ، أنا أقفلها في البداية أحسن وابتدي بداية جديدة أحاول أتجنب فيها أخطاء الماضي.
لو ان انا هكمل ده يخليني ان انا افضل فاتح بيوت الناس اللي معايا، وان هم يعني ربنا يرزقني برزقهم والحاجات اللي زي كده، لا هقول لك انك تكمل. بس اهم حاجه ان يكون القرار قرار عقلاني معتمد على ارقام، ما يكونش قرار محتوى العاطفه، وان انا اكون قدام الناس عامل ازاي. سيبك من الناس، الفكره انت قدام ربنا هتكون عامل ايه. وقال ليس للانسان الا ما سعى. خد بالاسباب واجتهد، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يوفقك. ايا كان انت مين، صاحب شركه كبيره، صاحب ستارت اب، موظف، فريلانسر، كلنا في الاول وفي الاخر بنسلك الرزق الحلال. يعني احنا عايشين الهدف من كل اللي احنا بنعمله ان يكون في الاخر يعني قاطب مطعمك، يعني ان احنا نكون بناكل بالحلال. فايا كان المكان او شكل الشركه او نوع الشغل اللي انت هتشتغله او البيزنس موديل اللي انت هتشتغل بيه، ما دام هو بيديك الحاجه الحلال دي وبتاخدها خالصه وربنا مبارك لك فيها، فاعملها وسيبك من اي حاجه تانية. يعني شكرا ليكم لحد هنا، وما تنساش بقى تتابعني وتعمل لايك وشير. مع السلامة.